سيشن مخصوص الحقيقة للمرة الأولى. مرة واحدة يجي لي سؤالين بيجوا لي على الخاص، يعني حد كاتب حاجتين مهمين قوي ما كنتش ناوي أتكلم فيهم. أنا هتكلم النهاردة. أول حاجة حد كتب لي إنه ماذا لو أنا عندي علاقة مش حلوة أو سامة مع حد قريب جدا مني، يعني أخ أو أخت أو زوج أو حد من العيلة، أم أب. دي واحدة تانية كتبت إنه عايزة أعرف إزاي أتعامل مع جوزي لو العلاقة مش مظبوطة. وطبعا بما إن الاتنين دول جمع على حاجة واحدة، فأنا هتكلم على النقطتين دول، وهتكلم على العلاقات بصفة عامة. بس اللي شايف إن هو عنده حاجة فيه منها أو حاجة عنده منها، هنبدأ نشوف الحلول اللي ممكن توصل لنا إيه اللي ممكن أحسن حاجة نعملها في حياتنا مع النوع ده من العلاقة. لأن لو العلاقة مش حلوة وعلاقة مش قريبة بيبقى سهل قوي نستغنى عنها ونقفل. إنما لما تبقى علاقة يستحيل الاستغناء، فبتبقى الموضوع فيه صعوبة وضغط نفسي في كل لقاء عائلي وفي كل لقاء أسري قريب كمان. طيب، البداية هنقول إن مفيش أي علاقة ما فيهاش اختلافات. خصوصا احنا هنتكلم هنا شوية عن العلاقة الزوجية على قد ما نقدر. مم، بس يا إما تتحول يا إما نحاول نصلحها أو نتقبله إنه يتعايش، وهنا بنستثني أي إيذاء جسدي لأن ده ما بتصلحش. طيب، العلاقات المؤذية ممكن نعرفها لو تعرضنا للإساءة المباشرة. إما سوء معاملة، بتحس إن في حاجة غلط، فبمرور الوقت تبدأ تفكر إن في حاجة غلط حتى لو أنت من البداية ما كنتش واخد بالك إن العلاقة دي مش علاقة كويسة. إنما الكارثة بتحصل بقى لما تبقى العلاقة المسيئة أو السامة وتبر مش باينة، او التأثير مش باين، او ما اقدرش امسك الايذاء. يعني عندي حاجات بسيطة كده مش عارفة اتوصل، بس انا مش بحس اني مرتاحة. الكارثة بقى ان النوع ده من العلاقات هو الاخطر على الاطلاق، لانه اذى بطيء بيدوب، بيضايق الجسم من جوه، بيبوظ حياتنا، بيخليناش نتطور، بنقلل ثقتنا من نفسنا، بينتشر كده زي السموم في الجسم ببطء لحد ما تخلص عليه. على قد ما الخطر ده خفي على قد ما هو خطير. يبقى العلاقة اللي هي مش بتبان قوي انه فيها مشكلة، اللي هي ما بنحسش ان فيها مشكلة، لان احنا بنعرف نميز العلاقات الواضحة. انما الكارثة في العلاقات الخفية، اللي ما نبقاش عارفين احنا متلخبطين ليه، تبقى فيها ترهيب وعزل وتحكم وشخص وإساءة نفسية كده والاستمرار عليها. مشكلة بقى ان ممكن يكون هذا المسيء حد قريب كزوج او زوجة، او حد قريب جدا كان العيله القريبه. بس في كل الحالات احنا مش مسؤولين، مش ذنبنا. لكن الكارثه ان احنا اللي بنتعرض. الاول هتكلم ماذا لو بقى انا الشخص المسيء. يعني افرضوا ان انا، لو انا مثلا باذي اللي حواليا من غير ما احس، من غير تعمد، بدون سوء نيه، انما اهزر بطريقه غلسه، اتكلم بطريقه فيها يعني تعدي. الكارثه بتبقى لانه القصه هنا ما بتبقاش بقى باللي انا بقوله او انا بعنيه، انما بتبقى باللي بيعنيه الطرف التاني. معناه ايه عند الطرف التاني، وده بيستوعبه ازاي. مثلا لما اسلم على حد، ازيك يا غبي، ازيك ما اعرفش ايه، مقصود او غير او مش مقصود، ده هو في الحالات كلها بيبقى بيعمل شرخ، لانه حد بيركب على شخصيه حد، يعني انا بركب على حد. دي اول حاجه. لو انا بسيطر، مشكلة بقى في السيطرة انه احنا بنفتكر نقول لك اديك اوامر، لا، في سيطرة مباشرة ان انا ابدا اخنقك، او اقول لاولادي مثلا اتكلموا مع فلان ما تتكلموش مع فلان بدون سبب مقنع، او ان انا احرج حد مثلا لما الاهل يجوا، اتعمد ان نخلي الناس ما تجيلناش مثلا علشان هو ما يبقاش مبسوط، او الاخ ما يكونش مبسوط، او ان انا المهم ان انا اعمل ضيق في العلاقة. ده اللي انا مش قاصد، انا بسيطر بس مش قاصد. آم،
في بقى سيطرة تانية، دي السيطرة المباشرة، بس أنا لسه مش قاصد. في سيطرة بقى مباشرة، إن أنا أخلي سوري، غير مباشرة، إن أنا أخلي الناس تحس بالذنب. بمعنى لو ما عملتيش هيبقى، وهيبقى هغضب عليك ومش هغضب عليك، ومش هتبقى بتحبني أو مش هتبقي بتحبيني، وأبدأ أتعامل مع التحدي يا أنا يا أنت، يا أنا يا أنت. بمعنى إنه لو ما عملتش ده هتبقى غلطان في حقي، بقدر مشاعر الحب المتبادل. لأن مشكلة العلاقة القريبة اللي فيها آه، قلق أو فيها نوع من التسمم، إن إحنا بنبقى واقفين دايما في النص ما بين الحب ولا الكره، أكره ولا أحب. مش عارفة، لأن أنا بحبه أو بحبها، بس برضو التصرفات دي بتتعبني ومش بتخليني على راحتي أو على سعادتي. في حاجة تانية بقى، آه، يبقى انا هنا بتحكم في حريه اللي قدامي، بخليه ما يبقاش بطبيعته، لان انا عايزه امشي الامور على هويتي. في بقى حاجه اسمها السلبيه العدوانيه، بان انا احس بالغيره تجاه حد، من حد. الغيره حاجه طبيعيه، انما اللي مش طبيعي ان انا اتعامل بالغيره بطريقه تخليها سامه، ان انا اتصرف تصرفات فيها آه، هجوم على الطرف الاخر، لانه دايما ببقى حاسه بعدم الامان في وجود هذا الشخص، فانا بغير منه، فانا مش عايزاه يكون موجود. دي الغيره اللي هي من شخص لشخص. في بقى الغيره على شخص، ان انا راجل يغير على مراته او ست تغير على جوزها، ويبداوا يفتشوا في تليفونات بعض، انت فين، انت بلا 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 بلا، لحد ما تخيل. هي دي الغيره. في حاجة تانية اسمها العدوانية، بمعنى ان انا اعاديك بس من غير ما ابين. بمعنى لو خرجتي، انا مش خارج، انا قاعد في البيت ومش خارج عشان اعكرن عليكي، او لو انت خرجت طب انا مش خارجة. المهم انه في الاخر اعاقبك بطريقة ما توصلكيش للراحة في العلاقة. طيب لو انا راجل وست بيتعاملوا مع بعض، ايه اللي ممكن يخلي العلاقة تبقى كويسة؟ ان احنا الاتنين عندنا مسؤوليات وبنتبادل المسؤوليات مع بعض. بمعنى ان كل واحد عليه حاجة بيعملها. ماذا لو العلاقة ما فيهاش التوازن ده، وأنا بشيل أو هو اللي بيشيل؟ هتلاقي نفسك داخلة في حمل ما انتش قده، أو هو في حمل ما هوش قده، وتبدأ العلاقة تدخل في تطور يعني ايه متكرر. بمعنى ان انا نفس الموضوع بعيده 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 مع الشخص، في الاخر بتوصل انها تبقى علاقه سامه، بان طلباتي كل مره ما بتتعملش او طلباته كل مره ما بتتعملش، هو مضغوط 24 ساعه فيبدا يكره العلاقه من غير ما يحس، او انت تكوني مضغوطه 24 ساعه فتكرهي العلاقه من غير ما تحسي. او لو اختك او لو اخوكي، ان او مامتك او باباكي وات ايفر، بتبقى في احمال بتتحط فوق دماغك انت مش عايزاها ومش قادره، وعشان الحب اللي بينكم مش عارفه تتخلصي، فتبداي تقللي الاول اللقاءات، وبعدين تبداي تحسي بتعب من وجود الناس دول في حياتك. الحاجه التانيه، لو انا وشريكي ده، لو انا برضو عندي مشاعر سلبيه، زعلانه، انا كلنا بنمر بحاجات مش حلوه اوقات كتيره، بس لما انا طول الوقت اخد بقى الصاحب ده وافضل اديله السلبي، او الصديقه او الاخ او الزوج وات ايفر السلبي بس. طيب وبعدين الهدف من ان انا بقول له ليه؟ ما انا بحبه، ما هو لازم يسمع همومي. ايوه، هو كمان عنده هموم، وهو كمان مش قادر يسمع، وهو كمان عنده حاجات مش عايز يتداس عليها. طب هو الهدف من ان انا بقوله ده عشان يساعدني اخرج من البتاع ده، ولا بس برمي في وشه النوع ده من الالم؟ اول ما هيبقى الكلام معايا بس ان انا طول الوقت عندي مشاكل، ابص الاقي نفسي في الاخر مش هدفي ان اتكلم، على قد ما هدفي ان ارمي له تعبي، او اسحبه معايا في الكهف الضلمه اللي انا قاعده فيه طول النهار، يعني بقتر احزاني. فطبعا من غير ما احس، كل السعاده اللي انا هدفي اوصل لها مع الطرف التاني، اخت او اخ او زوج، بتتحول لعبء تقيل، بيكره القعده معايا، مش عايز يقعد معايا، لاني من غير ما احس اخدته طول الوقت جوه الدايره بتاعه حزني او ازعاجي او المي، وتفر الدنيا مشيت ازاي. طيب يبقى من غير ما احس انا خدته معايا وحطيته تحت رهينه تحت الامي وحزني، او ان احمله مسؤوليه ان انا تعبان وانت لازم مسؤول انك تصلح لي او انك تريحني، وابدا سلبيتي اصبها عليه، لان حضرتك مش بتاخد بالك. احنا ممكن
نتصلح ازاي. يبقى هنا انا مش بأثر على حبي له، انا بأثر على جودة العلاقة معاه. طيب لو انا من الناس اللي بشاور على عيوب الشريك او الاخ او الاخت على الملأ، بمعنى ان هو وهو 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 وهو، او بفشي الاسرار، او بقول للناس يقفوا معايا ضده، طب ما دي برضو علاقة مش حلوة حتى لو انا بحبه، لإثبات ايه؟ هنا عشان اضغط بهدف تغيير السلوك اللي انا مش عاجبني، فانا عايزاه يمشي على نظامي، او ان انا عايزه اخد بونت عليه. فالحاجتين دول لا. او ان انا حاسه ان هو اوقات حاسه ان هو تميز عني في حاجات كتيره، بس انا عايزه دلوقتي ابقى متميز، فابدا انا اهد شويه. او انه مثلا عندي مشاعر بان انا مش حاسس بقيمتي قوي، فانا لازم اطلع على حد. طيب في حاجه كمان بتحصل لو انا الشخص، انه انا ابدا ابقى مع الشريك او مع الاخ او مع الصديق وات ايفر، واحنا بنتكلم ونقول اسرار ونقول مش عارف ايه، ابدا امسكها ضده. لما انا امسكها ضده ابدا استغلها لهدفي، اني انا آه، امشي على مزاجي، آه، او اخليه يبقى عارف انه تحت تهديد في العلاقه. اي حاجتين من دول هتخلي العلاقه حلوه ليه؟ الحاجه اللي بتخلي كمان العلاقه تبوظ بين اي حد، انه اني انا اوعد كتير ويعني ما نفذش الوعود. دايما تبقى بقى مش وعود، تبقى كتله من الاكاذيب. افضل بقى اقول هعمل وهعمل وهعمل وما اعملش وما اعملش وما اعملش. كل مره بقول هعمل وهعمل وهعمل وما اعملش وما اعملش وما اعملش، في الاخر بتفقد الثقه. وكمان بتحسسي الطرف التاني، سواء كان زوج او اخ او اخت او اب او ام، بخيبه الامل معاكي، او ان هم مش بالمستوى الكافي ان هم تنفذ هذه الوعود، يعني انك بالترفيه منه. الحاجة اللي مش حلوة برضو اللي بتحصل ان انا احاسب على الاخطاء، ابدا اتلكك على الخطأ، ابدا ادور على حاجة غلط، اصلك قلت اصلك قلت. طيب ليه؟ لان انا ببقى حاسة انه انا مدية كتير اكتر من اللازم وعايزاه يدفع ثمن، فانا بحاول ادفعه الثمن ده بان انا اتلكك، زي ما كنت كده عمالة ايه، ادور على حاجات غلطات علشان اكسب بونت، عشان امشي اللي انا عايزاه، او اللي انا عملته ده لازم يبقى له ثمن، او تضحياتي معاك يبقى لها ثمن، او ال- المشكله بقى في العلاقه دي، انه انا بحس انه طب انا عايزه اوصل منها لايه؟ ليه كل شويه حد بيفكرني بالخلافات اللي فاتت؟ ليه دايما بيحسسوني يفكروني بالغلطات القديمه؟ ليه كل حاجه؟ عشان دايما اثبت وجهه نظري واقول انك دايما غلطان. في حاجة كمان ممكن تعمل، نوع من القسوة. النوع اللي من القسوة ده ممكن يحصل ازاي؟ يحصل بطريقتين. في قسوة متعمدة، قصدي سوري غير متعمدة، ان انا اتكلم مثلا بكلام مؤذي وفي الاخر اعتذر ومعلش انا اسفة ما كانش قصدي بلا 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 بلا. في قسوة بقى متعمدة، اللي هي هدفي منها بقى ايه؟ ان انا اضغطه وانزله داون زي ما بيقولوا. ازاي بقى؟ ان انا مثلا آه ابدا ادور مثلا على نقطه ضعف، العيوب اللي في شخصيته، اقلب موازين الكلام، بمعنى ان انا اقلب على الترابيزه، اتكلم على مواضيع حساسه ما يحبش يتكلم عنها، اقلل من مشاعره العاطفيه، اتكلم اسوف في الكلام اللي بقوله له، اخد الناس ضده، اعمل تيم اجينست هيم. كل دي تصرفات ممكن ما يكونش الهدف منها ان انا ادمر، على قد ما الهدف منها ان انا اكون حاسه ان انا عندي باور، بس ده بيدمر العلاقه، بيخليها علاقه مش حلوه، حتى لو انا مش هدفي ده. هدفي ان انا بس احافظ على العلاقه. طيب يبقى هنا اول ما اشوف ده اراجع نفسي واشوف ازاي اوقف الكلام ده، مش الوم اللي حواليا. وهنا الهدف ان احنا نعرف نفسنا مش اكتر. طيب ده لو انا الظالم والمؤثر واللي بعمل الغلطات. ماذا لو انا الضحيه؟ في علامات معينة كده لو حاسة إنك في علاقة، وتبر نوع العلاقة، زوجية، أخوية، أصحاب، عمل، ممكن جدا تحسي بالمشاعر ده مع الشخص اللي العلاقة فيه علاقة مش سوية. أولا إنك تحسي إنك مش زي ما أنتي طبيعتك، تحسي بقلق، عدم ثقة، تحسي إنك حساسة أكتر من اللازم، تحسي إنك بتعملي غلطات كتير،
تحسي ان لما الدنيا مثلا انك غلطانه او انت المسؤوله عن اي غلط بتعتذري، تحسي ان في حاجه مش طبيعيه في العلاقه بس مش عارفه تحدديها. تبداي دايما تفكري في ردود افعال الطرف اللي قدامك، عجبته ما عجبتوش، انا قلت صح ما قلتش غلط. ابدا اختلق اعذار للطرف التاني علشان اقول اه هو غلط، اصل انا قلت كذا كذا كذا، يمكن هو اصلا فهمها غلط حتى لو انا ما غلطتش. ابدا ادور لنفسي على حاجه تثبت نوع العلاقه. ابدا اخاف من الناس او من العيله انهم يعرفوا حاجه عني او عن طبيعه علاقتي. ابدا انعزل. افقد القدره كمان على اتخاذ القرارات. من الحاجات المهمه جدا اللي بتبين ان في علاقه مش كويسه ان انا ما اعرفش اخد قرار لوحدي وان ما عنديش حريه اتخاذ القرارات. طيب لو انا عايزه اعرف ازاي انا في العلاقه دي، ممكن اسال نفسي شويه اسئله. اول حاجه، لو انا حاسه ان الطرف التاني ده العلاقه فيها خوف، فيها عدم ثقه، بحس ان انا مش كامله قدامه، مش كامله الاهليه يعني مثلا. هل في مواضيع ما اقدرش اقولها قدامه؟ هل ما ينفعش اتكلم بطبيعتي واقول كل حاجه زي ما انا عايزه؟ بتكذبي على الشريك مثلا؟ بتحسي ان الحاجات اللي بيحبي تعمليها حتى لو بتعمليها معاه مش هي دي المتعه؟ لو في علاقة زوجية العلاقة دي مش سعيدة بس ما عندكيش البديل أو خايفة من البدائل، أو أصدقاء وما عندكيش أصدقاء كتار، بتتجاهلي احتياجاتك مقابل احتياجات الطرف التاني، بتهملي العيلة، بتهملي أصدقائك عشان ينبسط، بتسعي دايما إنه هو مبسوط، صديق أو زوج. بتنتقدي نفسك أكتر من اللازم بعين الطرف التاني من غير ما تصدقي مشاعرك الحقيقية. انت الوحيده اللي بتقدمي التضحيات. بتفضلي ان العلاقه تكون موجوده ايه بالوحشه لمجرد انك ما تبقيش قاعده لوحدك. ما بتعبريش عن نفسك عشان المشاكل ما تزيدش. حاسه بمسؤوليه زياده تجاه الطرف التاني وعايزاه يعيش احسن حاجه، مش مهم انت فين. ممكن تكوني بتبرري اساءته لو حد اتكلم عنه قدامك او عنها قدامك، فتبتدي تقولي لا ده مش قصدها، لا ده مش قصده، لانه ده بيعكس الحقيقه انك متقبله وضع غلط، او انه ممكن تتواجهي من حد يقول لك انت مستحمله ليه. فعشان تشيلي الحرج من عن نفسك تبداي تبرري او تقولي انك مش في العلاقه الصح، او قصدي سوري ان اللي انتوا فاهمينه غلط مع انك عارفه وانك بتداري والكلام ده. ايه تاني؟ آه ايه تاني ممكن نقوله؟ مم. تحسي بالذنب لما لو حاولتي تدافعي عن نفسك مثلا، او يجيلك وقت تحسي انك تستحقي هذا النوع من المعاملة، او ان مفيش حد تاني هيقبل يصاحبك. آه تغيري رأيك لو حسيتي ان الطرف التاني يقول لك لا انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش اعيش بعيد عنك حتى لو ده بيأذيكي. ايه تاني؟ لو حسيت ان الشخص التاني بيضخم اخطائك، بيدور عليها زي اللي بيدور على املا غلط مثلا، ما بيقولش الحاجات الحلوه اللي بتعمليها، بيتريق عليكي، الحاجات دي، دي كلها علامات انه العلاقه دي فيها مشاكل، ومشاكل كبيره بغض النظر عن نوع العلاقه. آه، طيب ماذا لو بقى العلاقه فيها علاقه زوجيه مثلا فيها مشاكل زي يعني مثلا آه، عدم احترام، آم، نوع من الخيانة، نوع من التهميش، دي بتبقى أسوأهم. لكن في برضه في العلاقات العادية العامة في حاجة مهمة قوي قوي، إنه إحنا نبقى بنتعامل مع حد من غير ما يكون بيقدرنا. من ضمن الحاجات اللي ممكن تدمر أي علاقة تدمير قناعاتي ومقدساتي، بمعنى إن أنا ما بحبش حاجات معينة تتلمس ليا، سلوكيات ليا، ميول ليا، علاقات ليا، قناعات ليا، ديانات، ليا ذكريات، ليا ناس في حياتي. مش ضروري تكون حاجة منطقية بس لازم تكون حاجتي بحبها أو ما أحبش حد يلمسها، أو دي ذكرى لفلانة صاحبتي.
whatever. المهم انه في الاخر اي علاقه من دول بتبقى لها قيمه عندي، او الشيء المميز ده او المقدس عندي ده ما احبش حد يلمسه، فما احبش حد ما يقدروش او يستهين بيه او يقول لي ايه اللي انت عندك ده. في حاجه كمان بقى بتدمر العلاقات لو احنا للاسف ما بناخدش بالنا منها، بس هما بيمزجوها ما بين حاجتين: التسامح والتجاهل، اللي هي الطمس. يعني ايه؟ ان انا امسح الغلطه كلها. يعني ايه؟ اتعامل مع الذكريات. يعني مشكله الغلط، ميزه الغلطات انها ممكن تفيدنا ان احنا ما نعملهاش تاني. طب ماذا لو بقى الطرف التاني في العلاقه صاحب او زميل او صديق او زوج وات ايفر، يبدا يقول لك لا ده ما حصلش، يقول لك لا يعني انسيه كانه ما حصلش. لا، هو حصل. ليه؟ لان هو مش عايز يتعامل معاه، ومش عايز يحل المشكله، ومش عايز يتعرض للمساءله، وعايز يتظاهر مجرد الحاجات دي ما ظهرتش او ما حصلتش، وتفر ايه هي. حاجه. اوكي. دي حاجة من الحاجات الخطر جدا في أي علاقة، إن أنا طب أنا هدافع عن نفسي إزاي وأنت عمال تنكر إن ده حصل، أو أنت تنكري إن ده حصل؟ لا حصل. طب إحنا مش عايزين نكرره. لا لا لا، انسي انسي خلاص كده واحد. لا، هو حصل. فكلمة الطمس أو محو الذكرى دي أو محو الألم ده لمجرد إن أنا ما اتسألش، ده من الحاجات اللي بتدمر أي علاقة، لأنك بتمنعيني في الدفاع، التعبير عن غضبي والدفاع عن نفسي والاعتذار منك، أو وكمان إن ما تكررش. فأنت بتحرميني من كل ثمن الغلطات، وبتعرض بس للسيء بتاع الغلطة. فده من الحاجات اللي بتدمر كل العلاقات. الحاجات الوحشة كمان في العلاقات طبعا النفاق. يعني ان انا احس ان انا ادعي ان احبك، وان ده لا، ما بيبانش. بدعي ان احبك لحين اشعار اخر لحد ما بان، واخد قوة او اخد او بقى اقوى عليكي، ومش مهم ساعتها. يعني ما يهمنيش اطعن بقى في الغيب، يعني اطعنك في ظهرك او وات ايفر، يعني اعاملك بطريقة مش حلوة. في حاجات وحشة كمان قوي قوي قوي: اتلاعب بالناس. لو انا عايزه احتفظ بعلاقه، وده لو انا عندي نيه كويسه او عندي نيه وحشه، في الحالتين دي بتدمر. ان انا اتلاعب بالشخص اللي قدامي، اقول له مثلا لا فلان بيتكلم عليك او فلانه بتتكلم عليك لمجرد ضمان بقائه ناحيتي انا للدعم النفسي، او ان انا اعزله عن الاخرين للتحكم. ممكن جدا دي، وممكن دي. في ناس بقى بتعمل حاجه تانية، انها تبدا تشككك في اللي حواليك علشان ايه؟ انا بس اللي كويس، فانت كمان تديني الثقه وتبدا تديني بقى ايه؟ معلومات اكتر عنك، فانا استفيد وابدا اتعامل يعني على حساب اللي عرفته. طيب، كل ده العلامات اللي احنا قلناها. طب كمان في علاقات تانية في حاجات تانية للعلاقات اللي محتاجة تتعدل ونفهمها صح. ممكن لو انا حاسة ان اللي بيعملني مثلا انتقاد مباشر لمجرد انه اقلل من تقديري لنفسي. في حاجة بتحصل بقى في الناس واحنا مش بنفهمها، وممكن تأثر على المدى البعيد حتى لو ولادنا. مثلا ان اقول مثلا اتكلم مع حد بألقاب سلبية: يا غبي، يا فاشل، يا ما تفهمش، يا بلا بلا بلا. او اكلمك بطريقة كأنها حلوة، بس هي بتبان حلوة لكن هي مؤذية. بمعنى ان انا مثلا اقول لك مثلا يا دبدوبتي التخينة، يا مثلا يا صاحبتي اللي مش عارف ايه، يا مراتي اللي مثلا ما بتفهمش. يكون مثلا اسمك جميل واندهج باسم مثلا قديم. يعني مثلا يبقى مثلا اسمك زي مثلا شاهيناز ولا نجلة مثلا وتفر، او مثلا يا نفوسة. طب انا ليه اسميك باسم تاني؟ لا، ده نوع من الاهانة المغلفة بالحب، وهي مش حب، هي اهانة مباشرة. اني استخدم معاكي دايما التعميم، بمعنى ان انا اقول لك انت دايما فيكي وفيكي وفيكي وفيكي، انت دايما، فتحسي انك تصدقيني بما ان العلاقه قويه وفيها حب. اعاملك انك بفوقيه، بمعنى انه مش مهم تقدري، انا اقدر، انت مش هتقدري فعلا، قدراتك ما تجيبش كده. فده حتى لو قدراتك ما تجيبش كده فمش لازم اقول. فده تعامل هذا نوع من التعامل بالفوقيه، من الحاجات اللي بتبوظ العلاقه على المدى البعيد. الحاجة التانية إني أحرجك أو أوضح أسرارك أو أسخر من عيوبك أو أتكلم عن اللي عارفاه على الملأ بغض النظر ده بعدين هيكشف إيه، أو أقول لك ده ما كانش قصدي دي كلمة وطلعت، أو أقول لك ما كانش هدفي أو طلعت مني غصب عني. يبقى التبريرات، المهم إن أنا وصلت المعلومة. الحاجات
كمان اللي مش حلو في اي علاقه ان انا اتجاهل اللي قدامي ولو حتى بلغه الجسد، بمعنى انك ممكن تقولي لي حاجه وابص لك واضحك يعني ايه الهبل اللي تقوله لي ده، او اقلل من قيمه معاناتك، بمعنى ان يكون عندك مشكله كبيره وابدا اتفهها لك ايفن من، يا اما بغرض ان انا احسسك انك مش يعني ما تشيليش الهم قوي، او اوري لك ان انا عندي معاناه اكتر منك، او ان انا كمان اقول لك ما انا انت فاكره ده عندك، ده انا عندي وعندي وعندي وعندي، والحاجات تبوظ كل العلاقات. ان انا اتفه من حجم مشكلتك ايفن تافهه بالنسبه لي انا، هي بالنسبه لك ما كانتش تافهه. الحاجات كمان اللي بتبقى وحشه او في اي علاقه ان انا اتعامل بالسخريه والمسح، بان انا ابدا اطلع عيوبك اكشفها، ولو اتكلمتي هقول لك مالك كده، الكلام ده كان بهزار، مالك واخده الموضوع على قلبك يعني كده. كمان من الحاجات اللي بتتعب وخصوصا بين الازواج ان انا اقلل من قيمه شكلك، بمعنى ان اقول لك مالك شكلك وحش كده ليه، ايه لبسك الوحش ده، مالك عامله كده ليه. هو لو انت واجهتيه ممكن يقول لك لا ده انا مش قصدي كده، ده انا قصدي اقول لك خلي بالك، لكن لا هو ده بيدون، هو بيعمل بيحطك داون. وده برضو طريقه لانك دايما تيجي تلبسي ما تعرفيش تلبسي وتخافي ليه هو يقول لبسك مش حلو. الحاجات كمان اللي سيئة في أي علاقة إن أنا أقلل من إنجازاتك وأقول لا عملتي إيه يعني، ما كل الناس بتعمل، ما كل الستات بتعمل، ما كل مش عارف إيه. أو أتفه اهتماماتك، إن أنا أقول إيه اللي أنت بتفكري فيه ده، إيه العباطة اللي أنت بتعمليها دي، إيه شغل العيال اللي أنت بتحبيه ده، لو أنت قلتي لي مثلا بحب أشتري كذا أو بعمل كذا أو بلعب كذا أو بغني أو برقص أو هوايتي كذا، لا إيه الهبل اللي أنت بتفكريه، أبدأ أتفه من الحاجات اللي بتديكي سعادة لمجرد إن أنا أكون في الآخر أعلى. من الحاجات كمان اللي بتبوظ اي علاقه اني استفز اللي قدامي، بمعنى ان انا انرفزه وبعدين اقول له انت مالك متعصب كده ليه، يعني يغضب، انرفزه يغضب وبعدين انسحب انا فيبان هو اللي غضوب وابدا الوم انت مالك متعصب كده ليه. فدي في الاخر بتحطك في نقطه دفاع عن النفس. طول ما انا بحط اللي قدامي في نقطه دفاع عن النفس يبقى انا آه، مش سعيده مع حد، مع الشخصيه اللي بتخليني ادافع عن نفسي قدامها. كلنا بنحب نرتاح مع الناس مش ندافع عن نفسنا. التهديد، بمعنى ان انا لو ما عملتيش ما تعرفيش هعمل فيك ايه. طب وبعدين، فانا مش هبقى دايما كده. التهديد معاه كمان المراقبه، بمعنى ان انا اراقب، اقول لك بتحكي فين، انت جيتي منين، كنت مع مين امبارح، بلا 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 بلا. لو في علاقة بقى بين الأهل أو بين الأزواج، الحاجة تبوظ العلاقة إني أستأثر بالقرارات، بمعنى إن أنا المسؤول عن القرارات من غير ما أسأل فيكي، يعني أنا اللي هعمل وأنا اللي هودي، ألغي حساب بنك مشترك، أعمل الحسابات كلها باسمي عشان تحتاجي لي في كل فلوسي، أبدأ أعلمك إن أنا أحسن منك وأبدأ بقى أحضرك وأفهمك قد إيه أنت ما بتفهميش أو مش عارف إيه. من الحاجات اللي مش حلوة. كمان الأوامر، بمعنى إن أنا أتعامل بأمر مع الناس اللي حواليا. الأوامر بغض النظر عن نوعها ممكن تبقى أوامر تافهة أو أوامر عميقة، إنما هي في الآخر بتبقى شعور بإنك الطبقة الأعلى بالتحكم يعني. آه كمان الخوف من الشخص اللي قدامي، بمعنى ان انا اتقي شر غضبه، اتقي شر سلوكه غير متوقع، آه، اتقي آه، ان انا حاجه تلبس احترامي الذاتي لنفسي خصوصا قدام الاخرين، بس حتى لو بيني وبينه بتفضل العلاقه سامه، لانه انا دايما مش هكون على طبيعتي معاه لاني دايما هتقي شره. كمان الحاجات اللي بتضايقنا ان احنا نتعامل معامله الاطفال، يعني ولا حد يتحكم ولا حد يفهمنا تعالى ما اختار لك واشتري واحد اتنين تلاته على حسابي برضو او على ذوقي، سوري، برضو لا. في حاجه كمان وحشه ان ادعي العكس، بمعنى ان انا اعمل نفسي ما بعرفش لمجرد انك تعملي وتخلصي نفسك. آه كمان من الحاجات الوحشه في العلاقات الانسحاب، بمعنى انه لو في حاجه بيني وبينك اسيبك متعلقه، ان لو في مشكله مزعلاكي اسيبك ما اسالش فيكي، انه اقول لما تهدي، لا هو مش هسيبك الا لما تهدي، مش هسيبك لما تهدي لا طبعا، او هكلمك لما تهدي، العكس. فالانسحاب وقت احتياجك، لانه لما الواحد يبقى زعلان يبقى ضعيف، فالحقيقه لما حد ينسحب وانت ضعيف هيجي لك في القوه يعمل لك ايه. فمن الحاجات المتعبه جدا وبتبوظ العلاقات وعلى اللونج تيرم ما بترجعش خالص. مشكله العلاقات اللي بتبوظ على اللونج تيرم ما بترجعش، حتى لو في علاقه هي ظاهرا موجوده بس في الباطن لا. والكلام اللي بقوله ده يا جماعه مش بقوله على اساس انه مره، انا بقوله لما يكون حاجه بتتكرر طول الوقت،
لكن لو مرة وموقف في حاجة، في فرق بين المواقف، أنا زعلانة أو متضايقة أو إن أنا مش على وضعي النهاردة، اتس اوكي وهيتصالحوا. إنما لو دي الطريقة في المعاملة بتبقى العلاقة مش حلوة. من الحاجات كمان الوحشة إني أبدأ أستخدم اللي حواليك، يعني أبدأ أعمل جبهات ضدك، وتبر بقى إزاي، بس أستخدم جبهات ضدك لإثبات إن أنا صاحب القوة وصاحب العقلية والكلام اللي أنتوا عارفينه ده. في كمان حاجات إن أنا أقلب الترابيزة. يعني إيه بقى؟ أبدأ اللي هتقولي لا ده أنت كنتي طخ 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 طخ. دي من الحاجات اللي ممكن تبوظ كل العلاقات. الحاجة التانية بقى الهرمية في العلاقة. الهرمية في العلاقة إن أنا أبدأ ألوم الشخص اللي قدامي واتهمه وانكر اي غلط عندي. ده في الهرمية، لان انا فوق، هو اللي تحت بياخد كل الكلام الجميل ده. وده نتيجته بقى الميزه يعني الهدف منه اني اخليكي تحسي بالذنب او اقول لك انت هتعملي في ايه كده بعد ما عملت لك، وانت مش عارفه اللي عملته عشانك، والهدف ان انا اخد حاجه غصب عنك. آم، او انكر ان انا سيئه، اقول لك انت اللي بتعملي كده واتفاجئ ازاي انت متخيلاني كده، او استفزك واطلع الوحش اللي فيكي، وبعدين في الاخر اقول لك بصي شوفي شكلك عامله ازاي. من الحاجات اللي برضو وحشه. لما احمل حد مشاكلي، بمعنى ان انا اكون انا عندي كذا وكذا وكذا، وابدا اقول له بقى انت ايه، ازاي ده حصل وانت ما خدتش بالك مني، ازاي ما بتدعمنيش، ازاي ما عملتش اللي عليك. او لو هو بيساعدني اقول له وانت مالك. في الحالتين انا هحمله مسؤوليه المشكله. من الحاجات كمان الوحشه في اي علاقه العزله والاهمال العاطفي، بمعنى ان انا اتعامل معاكي بلا مبالاه، ابعدك بقى عني خالص وما اهتمش لمشاعرك وبس اقول لك انا ماشي، لاني ببقى حاطه احتياجاتي العاطفيه الاول وانتي مش مهم، واخليكي بقى غصب عنك تحترمي بقى نفسك قدامي، وانا بقى مش محترمك ولا حاجه. كمان من الحاجات الوحشة في أي علاقة قطع طرق الحوار، بمعنى إن أنا أسكت وأمنعك إنك تكملي أو تشرحي نفسك. هتبدأي تبقي عندك ما عندكيش حلول واقفة إن حاطة وشك في الحيطة، هتعملي إيه؟ مفيش في الآخر، لمجرد إن أنا مش عاجبني حاجة أو ما وصلتش للهدف بتاعي معاكي. من الحاجات طبعا الوحشة زي ما قلت في العلاقة اللي قلتها قبل كده، إن أبعد الناس عن اللي حواليهم، بمعنى ألغي الحياة الاجتماعية، والهدف من أي إلغاء أي حياة اجتماعية والتحكم، مفيش أي حاجة أخرى. الحاجات برضو الوحشة إني ما بينش مشاعري للي قدامي، بمعنى إني أبخل بمشاعري الحلوة، أبخل بالثناء على تصرفاتي كويسة، أبخل بإن إعطائه الدعم في الوقت اللي هو يحتاجه. واذا قال لي انت ما عملتش ليا اقول له اه انت اللي بتتطلب بقى، وانت عايز دايما حد يساعدك، وانت دايما عايز تبقى مش عارف ايه، وانت دايما عايز حد. لا، هو انا برد، انا عايزه حد يعمل زي ما انا بعمل. فدي بقى منها برضو قلب الترابيزه، اني بدل ما اقول ان انا غلطانه اني ما بردش اللي بيتعمل لي، اقول ايه ده وانت دايما يعني عايز حد يداديك ويلعبك، يعني فيها ايه انا لو ما عملتلكش. فطبعا هتضطري انك تسكتي، لانك مش هتقولي لا ما انا بعمل، لا هي الحقيقه، هي دي الحقيقه، انا عايزه مقابل. مفيش حاجه ببلاش، او مفيش حاجه بدون مقابل، مفيش حاجه غير مشروطه، العلاقات بينج بونج، فما تنفعش سايد واحد. فلما تبداي تقولي هو انت ليه ما بتعمليش زي ما انا بعمل لك، او ليه ما بتعمليش زي ما انا بقول لك، يا سلام انت عشان عملتي لازم اعمل لك، هو الحقيقه طبعا عشان عملت لك لازم تعملي، او عشان عملتي لي لازم اعمل لك، والا ما تبقاش علاقه سويه. فنخلي بالنا من لان ده فخ جامد جدا. آه اني اكون اولويه قدام كل الناس، بمعنى اني مثلا لو بتكلمي حد اخليكي تقاطعيه وتكلميني، اني اخليكي مثلا ما تعمليش حاجه الا ليا. دي برضو من الحاجات تبوظ كل العلاقات. التشكيك بقى في مشاعرك، اقول لك لا انت غلطانه، انت فاهمه غلط، انت بتقولي ايه، انا ما عملتش الكلام اللي انت بتقوليه ده، فابدا اشككك في مشاعرك، على العلم بانك طبعا بتبقي 100% ما بتقوليهاش الا بعد ما تكوني قلتي. لما تكون العلاقة اس- انعكاس بقى للسلوك اللي قدامي، بمعنى ان انا هو يعمل انا هعمل، هو يعمل انا هعمل، فتبدا ايه تصرفاتي تبقاش مني، تصرفاتي رد فعل. فدي علاقة بتعتمد على الطرف التاني، لازم اكون انا عندي انا الحاجة اللي بتخليني اعمل ايه، وبرضو الطرف التاني عنده الثقة اللي يخليه يبدأ ما يعتمدش على سلوكياتي انا. آه، في حاجة بقى
في العلاقات وحشه قوي لو انت ليكي علاقه مع شخص متسلط. الشخص المتسلط ده اللي مش بيقول لك قومي روحي تعالي، لا، الشخص المتسلط مش بهذه المباشره. الشخص المتسلط لما يبدا يتعامل معاكي بتحكم، انه الناس هي اللي غلطانه مش انا، اني اشوفك مع حد بتحبيه اتضايق، ما احبكيش ابدا بره الناس اللي دايرتي انا وبرايا انا، وما تتبسطيش الا معايا و... والكلام ده، ابدا الومك على اتفه الاسباب، حتى لو انت مش مسؤوله فيها، او اقول لك ما كانش المفروض تعملي كده، عايزاكي تحطيني انا محور اهتمامك. بيمن على اللي حواليه او بيمن عليه كده، شخص متحكم، لانه دايما هيحسسك ان بالذنب لو ما عملتيش اللي عليه، ودايما لازم، وهو بيبقى عنده بقى سجل بكل كبيره وصغيره يعني عملها علشان يقدر يتحكم في اللي قدامك. ومن الشخصيات دي اللي ممكن يزيد في الكرم والعطاء للمزيد من التحكم، مش للمزيد من العطاء. انا بعمل كده عشان اعرف امسكك عادل، اخلق المشكلات علشان انتبه، اخليكي دايما عايشه في دايرتي، ابوظ علاقتك باللي حواليكي. دي كلها علاقات يعني، او ما انا صح، علامات العلاقه المسيطره. مع اني مش هبان خالص ان انا بقول لك اعملي وروحي، لا، ده انا من بره بعمل الموضوع، اخوفك، اخليكي دايما مش تحت امان في العلاقه معايا. ما اعترفش بغلطي ابدا، واخاف من الرفض، فما اقبلش بيبقى في حدود بيني وبينك، بمعنى اني ارفض ان في حدود. ارفض، لا، ارفض انك تقولي مش قادره، او ارفض انك تقولي مش النهارده، او ارفض انك تقولي مش هنخرج، او ارفض انك تقولي عندي. كل دي مشاعر او علاقات تحكم او سيطره، نوع من الغيره الغير ممنهج، بمعنى ان انا عندي خوف من اللي حواليكي، ومش عايز حد تاني يعرفك، او مش عايزه حد يدخل في الدايره بتاعتي، لمجرد ان انا مش عايز انت يبقى لك اي حد تاني ممكن يديكي شيء يساعدك برايا. طب ما ده تحكم، وليه ارفض؟ من الحاجات اللي ممكن تتعامل من الشخصيه المسيطره دي لو عندك علاقه كده، انه يبدا يبعد عنك الناس ويكلم الناس عنك وحش، لمجرد ان دايما تبعدي. ابدا ابوظ لك علاقاتك بالناس، باني دايما احسسك بمشاعر وحشه بعد كل خروجه مع حد غيري، او مع تليفون مع حد غيري، احسسك بالزهق، فابدا حتى لو بصيت لك بصه كده تقفلي التليفون تخلصي يعني. او ان احاول اغيرك، بمعنى اني ما اقبلكيش على وضعك، وعايزه اغيرك بطريقه ما، للطريقه اللي تناسبني انا وتناسب تطلباتي او تطلعاتي في الشخص اللي معايا، سواء شريك صديق وات ايفر. فابدا اغيرك في الاطار المناسب لاهتماماتي الشخصيه. آه، دي العلامات اللي بتاعه الشخصيه السلبيه، او الشخص او العلاقات السلبيه. فعشان نقدر نعرفها لازم نبقى صادقين في الاول مع نفسنا، نشوف الكلام ده موجود في حياتنا ولا لا، احنا بنعمل الكلام ده في الناس ولا لا، هم بيعملوا فينا ولا لا. ابدا اقيم وافلتر، وما اتعاملش مع الناس وانا خايفه على علاقتي بيهم، ولا على استقلاليتي، ولا سلامتي الشخصيه. اي علاقه لازم تبقى الهدف منها انها تكوني احسن ما عندك. لو ما عندكيش، ده تبقى العلاقه فيها خلل. لازم تكوني على طبيعتك وبشخصيتك الحقيقية، وما تحسيش أبدا إن أنت أقل أو حاجة. وبعدين تبقي فاهمة إزاي تتعاملي. طب دلوقتي إحنا عرفنا إن في علاقات كده وحشة، إزاي بقى نتعامل؟ أول حاجة لازم نكون فاهمين إن إحنا النظرة دي، سواء إحنا أو اللي حوالينا، الهدف منها إن إحنا نطور نفسنا ونوصل لأحسن آه، طريقة نقدر نكون بيها أحسن ناس. الحاجة المهمة كمان إن طريقة الضغط الناس دي علينا، دي حاجة مش هتحصل طول العمر. إحنا ممكن نبقى واعيين ونقدر نتخلص منها بالتدريج وبهدوء، ومن غير ما نعمل مشاكل كمان. وده بيعتمد على إن إحنا نكون مرنين جدا في تعاملاتنا مع الناس، نقلل التوجهات، أو معنى صح التواجد مع الناس اللي فيها سلبية كتير، نقلل الحوارات اللي ممكن تخلق جو سلبي، سياسة، دين، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. حتى لو مع الناس دي هتشوفها كل يوم، أقلل نوعية الحوارات اللي ممكن تخلي عنده أو عندها القدرة على السيطرة أو التعامل بسلبية معايا. كمان الحاجة المهمة إني أقول إن مش ذنبي إن هو شخصية مسيئة، كمان ما بررلوش. محتاج معالجة، هو حر، بس أنا ما بررش. أبدأ أحط حدود شخصية بحيث إن أنا ما أتجاوبش مع هذه الإساءة بهدوء. أبعد عن الحاجات اللي تخليني أقع في خناقة، والتزم بالقرار ده، واتجنب العلاقة اللي ممكن، أو الكلام اللي ممكن يزود عليا الطريقة دي.
ايه تاني؟ ادي نفسك الفترة الكويسة انك تعرفي تفكري كويس في نفسك وتختاري الناس اللي ممكن تساعدك وتدعمك. ناس من الاهل، ناس من الاصحاب، الزوج، الاهل، حد يدعمك في قصاد العلاقة دي، انك ما تخافيش من شرح نفسك. لان احنا عندنا مشكلة ان احنا لما بنتعامل في علاقة سيئة بيتلخبط جوانا هويتنا، فبنبدأ نخاف او نتكسف نتكلم، فنتكسف نقول ان احنا ضعفاء، او نتكسف نقول ان احنا بنتعرض لهذه النوع من العلاقات. لانه بنحس انه ده بيلمس احترامنا الداخلي. هو الحقيقه لا، هو احترامه الشخصي او احترامها الشخصي هو اللي عنده مشكله. فانت تقولي الشخصيه دي بتعمل فيا كده وده تعبني ومش عارفه اخد قرار، بتضغطني او بيضغطني ومش عارفه اخد قرار. ايه تاني ممكن نعمل؟ من الحاجات اللي ممكن كمان تخلينا نخاف نقول للناس انه ان انا مش عارفه اتوازن، فابدا بقى افقد ثقه بنفسي ومش عايزه اشوف الناس ودايما حاسه ان انا مش عارفه اوصل لفين علشان انا خايفه من العلاقه. طيب، اول حاجه اعملها لو انا هقدر يعني اتفادى هذه الحاجه، اتكلم مع الشخص ده لو عنده قابليه، طبعا لانه ممكن ما يكونش عندهم القابليه ولا الكلام ده، ان الكلام ده بيضايقني او بيزعجني. طب لو هو رفض، يبقى انا فهمت انه رفض اهو، فابدا اقول له ان انا قلت وانت ما عملتش، فانا طلبت بهدوء خالص ومش عاجبك، فهبدا اغير السياسه في العلاقه معاه، خصوصا مع الرجاله لان هم عندهم الثقافه الشرقيه كالعاده يعني، بيبقى عندهم رؤيتهم للرجوله والاعتزاز بالنفس اعلى كتير من الطبيعي، ومرتبط السيطره عندهم بالاحترام الداخلي لنفسهم كما تربوا وكما استقاموا. الحاجة المهمة بقى إن أفهم التوازن ما بين العطاء والاهتمام بالنفس في أي علاقة. يعني أنا بدي بس كمان أهتم بنفسي. آم، أتجنب المواجهات الغاضبة وأتجنب الصمت الدائم، بمعنى إني يعني لا أتخانق ولا أفضل ساكتة، لازم أبقى هادية كده وبفكر وأتكلم في أوقات تناسب الشخصية اللي بتكلم معاها. والهدف هنا مش ان انت تقبلي او توافقي على على رد الفعل ده، لا، الهدف انك تقدري تاخدي القرار صح. ممكن جدا تقولي الحاجة بس مش لازم تقوليها بطريقة فيها تعدي. مثلا ممكن لو انت حاسة انك غلطانة ما ينفعش مثلا تقولي ان ايه الموضوع مش مهم او ما يستاهلش، يعني ماله عامل كده ليه، او انت ما بتعرفش تحل مشاكل خلاص انا هحلها، او ان انت ما كنتش منطقي في كلامك، انت مش لوجيك. اتحمل مسؤولية لو انا آم، اللي غلطانة. لو مش انا اللي غلطانة هبدأ اشرح نفسي وما اعتذرش، بمعنى انه مش انا اللي غلطانة فهقول الموقف حصل فيه كذا كذا كذا، بس مش لازم اعتذر، لازم اشرح وما اسكتش. لكن لو انا اللي غلطانة هعتذر واقول ان انا اسفة وعادي. خلينا بقى مرنين في التعامل ونتعلم من اللي حصل. طيب ماذا بقى لو هو مش عاجبه؟ يبقى احنا محتاجين حد ثالث يشاركنا القصة دي، يا إما حد متخصص يا إما حد من الأهل. طيب، طب لو اتكلمنا وقال لا طب اصل انتي بتتكلمي، اصل انا انتي اصلا بتتعاملي معايا مش عارف ازاي، لا، في فرق كبير قوي بين ان انا يبقى في علاقه بيني وبينك كويسه، وفي فرق ان انا احافظ على خصوصياتي واحافظ على كياني واحافظ على وجودي كانسان. ده ملوش علاقه خالص بجوده العلاقه. في كمان حاجه مهمه قوي. اول حاجه ان ابقى فاهمه ان انا ناس حد كويس، فاقبل ذاتي واحترمها وبكون ملتزمة وصارمة في الدفاع عن نفسي، ومصرة على إني أحافظ عليها من غير ما يتملكني الغضب، لأن الغضب بيجي عادة من إن أنا زهقت أو تعبت من الدفاع عن نفسي. طيب، أعمل كمان أفهم بقى الحاجات اللي ممكن تخلي في فرق في العلاقة، ما بالغش قوي في المشاكل اللي بيني وبينه وما تجاهلش بالمرة، وكمان ما اعتمدش على مشاعري بنسبة 100%. من الحاجات المهمة قوي إن أنا على قد ما واثق في مشاعري بس كمان اخد الموضوع بعقلانية، واركز على الحاجات اللي ممكن تعمل فرق بيني وبين الشخص في العلاقة، واشوف كده واقرر ايه اللي انا عايزاه في العلاقة. واحد، انا عايزة الشخص ده يكون بيطلع احسن ما فيه، يبقى انا كمان لازم اطلع احسن ما فيه.
لازم انا وهو نكون حاسين بارتياح في العلاقه وبالمشاركه، او انا وهي ارتياح في العلاقه وفي المشاركه، وان احنا قريبين بغض النظر عن المشاكل اللي حوالينا، وبدون الخوف من رحيل حد من التاني او ان انا اهدد بالسيبان. ان نقبل الشريك او الصديق او الاخ زي ما هو من غير ما احاول اغيره. في فرق كبير ان اغير انسانيته لكن اغير سلوكياته. سلوكياته دي هو اللي هيبقى عايز يغيرها، انما اغير انسانيته واغير طباعه ليه؟ عشان مش مناسبين وحر. الحاجه التانيه لما يحصل مشاكل تتواصلوا من غير مشاكل، بطريقه ايجابيه، من غير بقى يعني تهكم، او من غير صمت. لو في علاقة بينك انت وشريكك او انت وشريكتك، ما فيش حاجة اسمها قرار لوحدنا. كل واحد، انتوا الاثنين في شركة او في مكان واحد، يبقى لازم القرارات تكون مشتركة. طب لو اخوات وفي قرارات مشتركة لازم تبقى مشتركة. لو اصدقاء تبقى القرارات مشتركة بغض النظر ايه هي القرار. ما فيش حد ياخد الا اذا حد منهم قال لهم لا انا مش هاخد قرار وانت خد بالنيابة عني. لما تكونوا في علاقة تستحقوا طويلة المدى لازم نستعمل احنا، مش انا وانت. احنا مش انا وانت. آم، الحاجة المهمة ما يبقى فيه مساحة من الثقة بينكم بدون التعدي على الخصوصية. مساحة ما بين الأسرار بدون التعدي على الخصوصية. ليه بنقول أسرارنا للأصحاب؟ ليه بنقدر نقول أسرارنا للناس تانية؟ لأنها بتبقى تقيلة علينا، فإحنا محتاجين حد كويس يسمعنا. فلو الحد ده مش فاهم قيمة إنك بتقولي لحد سر أو بتتكلمي مع حد، تبقي تفهميه ليه أنا بقول لك، لأنك معايا داعم. فلو أنت مش هتكون الداعم ده فخلاص يبقى أنت اللي اخترت. ايه تاني؟ ان يكون عندكم نفس الاهتمامات الانسانيه، بمعنى نفس القيم. ما ينفعش الصحاب او الازواج يبقى عندهم قيم مختلفه. دايما بيبقوا شبه بعض كده، عندهم سلوكيات مختلفه. دي من الحاجات اللي بتخلي العلاقه لها قيمه. ان انتوا الاثنين عندكم رغبه في انكم تضحوا ببعض الحاجات المهمه عندكم للتاني، مش كله والتاني مش بيضحي او كلام من ان انتوا تكونوا ناس كويسين لبعض من غير ما يتحول كل حد فيكم لانه يكون يعني ايه ممسحه للتاني. لا، مفيش حاجه اسمها كده. اللي احنا ممكن نكون بنحب بعض ومش ضروري حد يفرم التاني تحته. آه ان العلاقه تكون مقبوله ومستقره عاطفيا. اللي انا بقوله ده هو الحاجه المهمه اللي بتخلينا ازاي نوجه نفسنا تجاه العلاقه السويه، ونوجه نفسنا تجاه العلاقه القويه. وكمان نبقى واعيين لقيمة العلاقة السليمة، مش التوكسيك اللي هي بتبان في النص أو بتدخل علينا من غير ما نبقى مركزين ازاي احنا بنتعرض لتنمر أو بنتعرض للاستغلال أو بنشوف الناس اللي حوالينا. الحاجة كمان المهمة قوي إن أقيم نفسي أولا، وأقيم حياتي أولا، وبعدين كل اللي حواليا. بمعنى إنه أنا إنسانة شكلي كذا كذا وعارفة نفسي. أكتر حد عارف نفسه نفسه. بمعنى إن أنا عارفة إيه اللي فيا عايز يتعدل وإيه اللي فيا مش عايز يتعدل. فلو حد قال لي كلام مش فيا ما تهتموش وما تأثروش، ما يفرقش معاكم كتير. كل الكلام ده بيبقى كلام فاضي. خلصنا السيشن واللي حد عايز يتكلم يقول.